السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. الجزء رقم 7 في الحاجات اللي متشابهة في القانون ولكن بيحملوا جواهم فروق. النهاردة في الاستئناف الحضور أمام الدائرة المستأنفة اللي هي الجنح المستأنفة، فيه متهم واجب عليه الحضور وفيه متهم ممكن يحضر المحامي عنه بتوكيل. ايه الفرق يا استاذ ما بين اني انا احضر بشخص وجوبي او يحضر المحامي عني بتوكيل؟ اذا كانت التهمة اللي مقدمة ليك التهمة بتاعتك فيها حكم حبس، فلما تعمل الاستئناف فالاستئناف هنا الحضور بتاعك وجوبي، حتى لو معاك 10 محاميين لازم هتحضر بشخصك. لكن لو القضية بتاعتك اللي انت استأنفت فيها ده امر جنائي، يعني غرامة زي قضايا مثلا الكهرباء، الاستيلاء على تيار كهرباء، الاستيلاء على خط المياه مثلا، سرقة خط مياه، الحاجات اللي فيها غرامة وفيها فلوس وما فيهاش حبس، ده بيحضر المحامي بالتوكيل وبيجوز حضور المحامي بالتوكيل وعدم حضور المتهم. فحضور المتهم في الحالات دي مش وجوبي، انما طالما القضيه مستأنفه بحكم وفي امر حبس واخد حكم حبس فيه فيبقى لازم هنا حضور المتهم وجوبي. فما تقوليش اني اشمعنى فلان ما حضرش وحضر المحامي بتاعه يا استاذ وانت بتقول لازم احضر هنا. ده على حسب طبيعه القضيه وعلى حسب طبيعه العقوبه. في عقوبه حبس يبقى الحضور وجوبي، اما امر جنائي غرامات والكلام ده كله فبيجوز ان يحضر المحامي بتوكيل ويخلصها. فده الفرق ما بين الاثنين. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومه جديده.